بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد حسن دلال إدريس من الشمالية جزيرة بدين. المرحوم عبد الحليم فقير عيسى عبد الله ابن خالي ابن عمتي طوال يعني. أوكي. فهو موجود معي قاعد معي لفترة طويلة يعني بيجي ويمشي وبتاع. كان في السعودية، جاء من السعودية بعد فترة كان جاو نفسيات كده يعني مع الصباح كده بيزهج وبتاع، كان بيجي يتعالج عندي وبيرجع. اوكي. وما شاء الله عنده 3 بيوت، بيت في سوبة مؤجر، وبيت في الكلاكل الوحدة مؤجر، وبيت في الدرشاب مؤجر. عنده قطعتين، قطعة في الأزهري 500 متر في الدرجة الأولى، وقطعة في الجبرة 13. أوكي. كان بيدفع الضرائب، وكان بيدفع الزكاة، كان بيدفع أي شيء وبتاع. ونحن إن شاء الله ملتزمين نجيب المستندات، كل المستندات حنجيبها إن شاء الله. طبعا عنده في الشارع التركي في مستشفى التركي، عنده قريبه هناك اسمه محمود همشري، فبيمشي له كثير كان. ف ربنا يجزيه ان شاء الله. لا، ولا مشى ديوان الزكاة، ولا بيعرف عن ديوان الزكاة اي شيء، ولا بيعرف انه ديوان الزكاة واقف ببين، لانه هو مقتدر يعني. بيدفع الزكاة، وهو كان دافع زكاة لمدة كم 20 سنة لما كان في الخدمة في المغتربين، لما كان في الخدمة، لما كان شغال مش كم 20، اكثر من كم 30 سنة بيدفع زكاة وبيدفع ضرائب وبيدفع كل شيء. يعني ما محتاج هو. لقوا ميت وين؟ لقوا ميت في الشارع، في شارع التركي. انت عندك رسالة توصية للصحف اللي قالت الكلام ده؟ والله الصحف اللي قالت الكلام ده يا اخي كلها كلام مغلوط، كلام بتاع وماخوذه من وين ما معروف. ونحن حنقاضي جريده الدار والجرائد الثانيه بثت التعالى، يعني كلها فيك فيك فيك، وكلها يعني من وين، من اي مصدر انا اخذوه ما معروف. يقول لك من ستات الشاي. فده كلام يعني غلط كبير جدا جدا. ونحن ان شاء الله بنقاضي جريده الدار ونشوف الحاصل شنو بالضبط وبتاع ومن وين جابوا ده. برضه ناس نشروا في الواتساب، ضربنا لواحد قلنا له يا اخي انت من وين جبت من مصدرك من وين؟ بيقول انه يا اخي انا بس في الجروب لقيت في الجروب نزلته انا من الجروب. وبيعتذر هو، وقال انه يشطب كل البتاع ده وما شطب لحد حس. وحس على ما نضرب له تليفون قافل تليفون، جريدة الدار بنضرب تليفون قافلين تليفون. شكرا شكرا جزيلا. جزيلا، الله يسلمك.